السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد الأوراق الشجر وعدد الحجر والمدر وعدد ما خلقت من الحيوانات والبشر. إن شاء الله النهاردة يعني جولة بسيطة مع بعضنا كده، شوية دردشة في أرضنا. إن شاء الله ده شجر الموز، هنعرف فيها الزراعات اللي احنا بنزرعها عبارة عن ايه وبتنزرع امتى، يعني اللي موجود عندنا هنشوفه مع بعضنا، وده يشرفني ويسعدني ان انا اطلعكم على اي شيء يخصني. طبعا ده القصب واشجار الكمثرى والبرسيم بكل انواعه. ده الخس وهو صغير، طبعا بيبقى بذور صغيره جدا، ثمره صغيره جدا 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 خفيفه، بنبذرها تطلع عباره عن خس صغير زي ده كده. بنستنى عليها لما تكبر وتبقى بالحجم ده، هو جنب منها زرعينها على طول تبقى بالحجم ده كده اهو كده. نزرعها اهيت، بنبدا نقلعها كده كلها، لازم تكون بجدرها. وما نيجي نقلعها تكون الارض ناشفه، ونبدا ننقلها ونزرعها في الارض الطريه وقت ما نكون بنسقي الارض، وتصير خاصيه جميله ان شاء الله كده، يكون رزق لكل الناس. زارعين معاها هنا عندنا كزبره اهيت، نباتات الكزبره الخضره. طبعا دي فلاحه ريحتها جميله قوي قوي قوي. زارعين معاه اللفت اهوت، لما بيكبر اللبس طبعا ده ما شاء الله مفيد جدا. لما بيكبر طبعا بنقطعه بنخلله يبقى جميل جدا. وهنا عندنا اشجار التوم اهوت، عود التوم. بنجيب فص التوم زي ما هو كده، نخلي كل فص لوحده، ونحط جدر الفص في قلب الارض وهي طريه، بيصير توميه زي ده كده. وطبعا بتكبر مع الوقت بالشكل ده كده اهوت اهو. عندنا نبات البنجر ما شاء الله، احنا زارعين كل حاجه، كل شيء بينباع في السوق او كل شيء موجود في الخضار الحمد لله زارعين. ده البنجر الاحمر، بيبقى مسكر قوي، بيبقى لونه احمر خالص كاتم، لعلاج الانيميا والمرضى الكبد والوقايه من السرطان. بيبقى برضو حب صغير بنبذره بيطلع بنجر بالمنظر ده. لما بيكبر شويه لو حابين مثلا حبايه تكبر زياده عن اللازم بنزرعها واسعه عن بعضيها. ده شجر الطماطم، ده ما شاء الله شجره الطماطم اهيت. طبعا دي بتيجي شاتله زي ما هي كده، دي بقى بننقلها نزرعها حب وبيمسكوها ينقلوها، يعني نمسكها. طبعا احنا ما بنزرعش الطماطم لان بتحتاج مجهود جامد وبتحتاج نظام زراعه مميز. ده شجر الطماطم جميل جدا. ده زرع البطاطا، دي بطاطا حمراء. بنجيب البطاطا دي بتنزرع ازاي؟ بنيجي على دي، يعني ممكن من دي نزرع، يعني ممكن البطاطا دي نفسها تنزرع دلوقتي رغم انها لسه صغيره. بنقصف ده اهي، بنقطع دي كده بالمنظر ده كده كده اهي لوحدها هنا اهي. ونبدا اما الارض تكون طريه نبدا نروح زرعينها، بنغرز اللي ناحيه تحت ده كده في قلب الارض لما الارض تكون مرويه. لو حطت بالعكس تجيب ورق، بس لازم تنزرع على نفس الطريقه بتاعتها اللي اتقصفت بيها، الجدر ناحيه تحت والفروع دي ناحيه فوق. لولا كده تعمل ورق بس، تبقى العرش بس، ما يبقاش فيها بطاطا، يعني حب بطاطا كبير من تحت اهوت. عندنا السفندي ما شاء الله جميل خالص، شجر السفندي اهوت بدأنا ناكل فيه، يعني لان طبعا بيبقى فلاحي، بيبقى بلدي، بيبقى طعمه جميل خالص. ده شجر السفندي بتاعنا اهو، ربنا يكتر رزق يا رب اهيت اهو. ده شجر البرتقال، ده برتقال بلدي بنسيبه لاخر السنه. طبعا ده ما ينفعش يتاكل دلوقتي خالص، بنسيبه لاخر السنه، بيبقى اصفر وطعمه جميل، بيبدا يبقى حلو، بيجي في وقت يعني بنحتاجه في العصاير في الكيكات، وبناكله برضو كده بيبقى طعمه جميل جدا. ده نوع سفندي مفنش، بيبقى سبحان الله. الشجره دي اصلا كانت شجرتين في بعض، كانت عباره عن لارنج، يعني هي شجره واحده ربنا كان باعتها كده. لارنج قطعنا اللارنج ده، كان عباره عن حب زي البرتقال كبير كده، بينعمل مخلل، بيبقى ممرر شويه وزاعق. رحنا جايين قاطعين الجدر بتاعها من تحت، دي كانت شجره نادره اصلا. قطعنا الجدر من اول هنا كده، ودي طلعت البديل بتاع اللي احنا قطعناه.
لان ما كانش يعني طبعا ما كناش بنحبه بطبيعتنا، فقطعناها وسيبنا بقيه شجره السفندي على ما هي عليه عشان تطرح وتبقى رزق واسع باذن الله. دي شجره السفندي اهيت، الله اكبر من فوق، جميله خالص اهي. وان شاء الله هنبقى نعمل فيديو باذن الله للزراعات وقت الزراعه مباشره. الله اكبر الرحمن الرحيم. ما شاء الله برضو عندنا بصل، البصل ده البصل اخضر مزروع في قلب الارض اهوت، ما شاء الله جميل خالص. طب بينزرع بقى ازاي البصل ده؟ انا اقول لكم بينزرع ازاي. بنجيب البصله الصغيره، يعني مثلا البصله زي دي مثلا نقلعها كده، الجدر بتاعها من تحت كان عباره عن بصله صغيره خالص اللي احنا اصلا مش هناكلها او قربت تزرع، طب تطلع من قلبها من جوه الزرعيانه هتبوظ خلاص مش هنحتاجها في حاجه، فبدل ما بنرميها بنجيبها البصله الصغيره ونزرعها من عند الشراشيب دي، الشعيرات الصغيره دي بنرشقها في الارض، والارض طريه وقت ما نكون بنسقيها او بنرويها. ما فيش ما شاء الله يعني تقريبا بتنبت على طول وبتطلع تبقى بصل زي ما احنا شايفين كده. كل بيشتهي طبعا ان ياكله لان البصل مفيد، وغير كده كمان لازم يكون موجود في الاكل بتاعنا ان شاء الله. ربنا برضو انعم علينا زارعين الفول، بنجيب نبات الفول اللي هو البذور بتاع الفول بنشتريها من عند الراجل اللي هو بيبيع البذور بزار، وبنزرع الحبايه وما شاء الله بتطلع بالمنظر ده، بتكبر بقى وبتنور وتبقى طرح جميل باذن الله. وزارعين في قلبها سبانخ، الله اكبر جميله السبانخ خالص. هي بنجيبها بذر صغير حب صغير بس بيشوك موت يعني بيهرج الايدين الاتنين، وبنبلها لو مش في موسم الزراعه بنبلها ونزرعها علشان تطلع بسهوله. اما طبعا لو في وقت الزراعه بنزرعها على مية عليه كده، وبنيجي نقلعها بقى طبعا للطبيخ على طول والاكل بتاعنا، بنقلعها بالمنظر ده. وهي تقريبا ده في عزها، ده عز السبانخ في التقليع، بحيث ان يبقى طعمها جميل ما تكونش لسه مررت قبل ما تشيخ. فعلا عيشه الفلاح عيشه نزيهه، كل شيء بيبقى موجود في ارضه. عندنا هنا الكرنب ما شاء الله، كرنبيه اهيت بنجيبها برضو نظام شتلات، عود صغير كده ونروح جايين زارعينه وتكبر تبدا تعمل تلف وتعمل كرنبيه جميله. وده القرنبيط، يعني الفرق بين ورقه الكرنب وورقه القرنبيط، ورقه الكرنب بتبقى عريضه ومفلطحه عشان طبعا هتلف وتعمل ورق فنضطر نقطعه ونحشيه. اما القرنبيط طبعا عشان يحمي قطعه القرنبيط اللي موجوده جواه، اللي هي بصوا اهي لو نشوف اهي جوه اهي من هنا هتبدا قطعه القرنبيط تشتغل بالمنظر ده كده، بتبقى جوانيه خالص، بتبقى طالعه من قلب العود نفسه، بيحميها ورق بيكون مطاول وما بيكونش مفلطح زي ورقه الكرنب ان شاء الله. عندنا دول بقدونس اهوت، وهو لسه صغير، نوننا صغير خالص لسه في الحضانه. طبعا بيكبر يبقى جميل جدا. زارعين جنب منه الشبت اهوت، الله اكبر ما شاء الله. انا عارفه ان ممكن يكون ما شاء الله عليكم عارفين كل الحاجات ديت، بس انا عندي شغف وحب ان انا اوريها لكم. عندنا الخبيزه ماله، الخبيزه ماله، الله اكبر قد ايه جميله اهيت، بسم الله الرحمن الرحيم، جميله كتير اهي. طبعا الخبيزه طبعا اكله اجدادنا واكله المشاهير بتوع زمان اللي كانوا بيحبوها جدا، يعني بياكلوها مع البتاو ومع العيش، كانت حاجه كده لها قيمتها اهوت. المنظر ده كده هنا بقى الفجل رادش بقى مش اي حاجه. الفجل ده ما شاء الله يعني لازم يكون موجود على اي طبليه وعلى اي مكان اكل مع الجبنه شغال، مع السلطه، مع الخضار، كل حاجه ما شاء الله. الفجل والجرجير دول مفيش غنى عنهم خالص. هنا بقى حاجه جميله جدا، عباره عن دوره حياه لنوع النبات ده نبات البصيله او البزق، اللي هو معناه ان هيبقى بصل، يعني بتبقى واحده صغيره زي دي كده لو قلعناها كده اهو، او نقلع واحده ممكن تكون سهله القلع شويه. بسم الله الرحمن الرحيم اهيت اهي، مش عارفه بقى هتبان دلوقتي في وقت الضوء ولا لا. اهيت دي عباره هتبقى بصله بنقلعها ونزرعها في قلب الارض وهي طريه برضو، بس بعد ما بتبلغ تقريبا 50 يوم او 60 يوم ونزرعها تبقى بصله كبيره عادي اللي احنا بنقلي بيها وبنقطعها على الطبيخ. علشان بقى نرجعها بصل تاني، يعني طبعا هنعمل تقوي تاني، بناخد البصله الكبيره اللي طلعت بعد دهيت ونزرعها تاني في الارض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. بنزرعها تاني في قلب الارض وتكبر وتبقى بصله كبيره
وتعمل حب صغير اسمر اسمه بزق او تقاول بصل، نرجع نبدر احنا تقاول بصل وتبقى بالمنظر اللي احنا عملناه ده. فهي كلها عبارة عن حلقة متكاملة بتكمل بعضها لتكوين البصل. ده بقى نبات جميل اوي 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 اهو، زي ده كده. ده نبات اسمه قرع العسل او اليقطين، بيبقى عبارة عن حب. احنا ما بنجيب اي قرعية عسل كبيرة بنلاقي فيها بذر كده، حبوب اللي هي زي بذر الكوسة. البذر ده انا خدته من وحدايه كبيره قوي قوي، كانت جايه من الجبل، وبدات ازرعه وزرعته وما شاء الله وطلع بالشكل ده. لازم القرع العسل بينزرع جنب مكان عالي او تكعيبه او على خشب، عشان خاطر بيسرع عليه. انا زرعاه عشان خاطر يسرع الكوم الرطش بتاعنا اهوت ويطلع عليه، ولان عشان الثمره، الحكمه في كده علشان الثمره اللي هتطلع ما تبقى ما فيش اي ميه تصيبها فتبوظ. هو ده قرع العسل، واحنا طبعا بنزرعه جنب الكوم طوالي بالمنظر ده كده اهوت عشان تطلع. وعلى حد البرسيم اهو زارعين معاه حاجه جميله قوي قوي كلنا بنحب ناكلها، الجرجير. ما شاء الله بيبقى عباره عن حب صغير خالص زارعينه معاه اهوت اهو، زارعينه بكميه ما شاء الله جميله جدا على حد البرسيم برضو. طلع جميل قوي قوي ازاي، ما اجمل الزهور وما اجمل الزروع وما اجمل خلق الله. اهي ناقص بقى مصدر الغذاء الوحيد لكل الناس، لقمة العيش، الخبز. العيش اللي احنا بناكله بننتجه من القمح اهو، ده هو القمح. يبقى عبارة عن حب القمح الصغير اللي احنا عارفينه، بنبدره في الارض ونروي الارض عليه. طبعا بعد ما نجهز الحب في الارض بنروي الارض عشان ينبت ويبقى بالشكل الجميل ده. ما شاء الله، الله اكبر، الحمد لله اللي وسع علينا. الله اكبر اهيت مع غروب الشمس. يا رب تغرب عننا كل الهموم وكل الاحزان وضيقة الحال، وربنا يوسع ارزاقنا جميعا. ونقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اتمنى ان انا اكون يعني جبت اغلبيه الزروع اللي موجوده عندنا. طبعا في فاصوليا، لحظه واحده اوريها. هو ده نبات الفاصوليا بعد ما كبرت ما شاء الله. الفاصوليا اللي احنا بنطبخها اهي، بس طبعا دي مش معموله للطبيخ خالص، يعني دي مش هتنعمل عشان تتاكل خضره، دي باذن الله هتتنشف بالمنظر ده كده. اهي دي شجره الفاصوليا اهي من اولها ما شاء الله اهي، الشجره جميله اهي مقلوبه اهي. دي شجره الفاصوليا على عدلتها، ده فرع من شجره ما شاء الله طرحها جميل جدا. دي عشان تتنشف وتبقى عندنا فاصوليا بيضه اللي هي بتنباع في السوبر ماركتات والاسواق والحاجات ديت. ما شاء الله هي دي الفاصوليا بتاعتنا. انا اسفه لو كان الفيديو طول عليكم شويه، بس جزاكم الله خيرا، ويا ريت تكونوا متابعين ليا، وانا اتشرف بهذا. ونقول اللهم لك الحمد الذي وفقنا لهذا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.